الأخيرة رد فعل مثير من جانب المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تجاه لاعبي الفريق الكرة الأول على الرغم من الفوز ضد فاركو برباعية. وكشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو أبدى تحفظه على أداء الفريق أمام فاركو رغم الفوز الكبير بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وأوضح المصدر أن ريبيرو يرى وجود أخطاء واضحة خاصة في الجانب الدفاعي، حيث جاء هدف فاركو نتيجة سوء تمركز وخطأ مشترك بين خط الدفاع وحارس المرمى، مضيفا أن المدرب غير راض عن بعض التفاصيل ويسعى لتصحيحها سريعا خلال تدريبات. وأشار المصدر إلى أن المدير الفني لاحظ ضعف الانسجام بين لاعبي الأهلي في بعض فترات المباراة، وهو ما أثر على الأداء العام، مؤكدا أن الجهاز الفني سيكثف العمل على زيادة التفاهم بين الخطوط الثلاثة استعدادا للمواجهات القوية المقبلة، إذ إن الفوز لا يعني التغاضي عن السلبيات. من جانبه حرص الحارس مصطفى شوبير على الاعتذار لزملائه والجهاز الفني بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة، مؤكدا أنه مجرد هفوة لن تتكرر مستقبلا. ويشارك شوبير أساسيا منذ بداية الموسم، بينما يجلس القائد محمد الشناوي على مقاعد البدلاء. وكانت مباراة الأهلي وفاركو قد شهدت خطأ فادحا لشوبير في الدقيقة 70 بعدما أعاد كرة كانت في طريقها للخروج إلى داخل الملعب ليستغلها محمد فخري ويسجل الهدف الوحيد لفاركو. وبهذا الفوز حصد الأهلي أول 3 نقاط له هذا الموسم بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورتس 2-2 ليصل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما يعد هذا الانتصار هو الأول للفريق تحت قيادة ريبيرو بعد 4 مباريات سابقة فشل خلالها الأهلي في تحقيق الفوز.